هو عنده رهان، عنده مباراة باقي ننساو فما مباراة روتور، وأن نتيجة المباراة الأولى هي تؤثر على المباراة الثانية، وفما تأهل للنهائي هذا الكل، ويلعب ضد الوداد. الوداد ماهوش فريق اللي يجي الوداد، فهمتني؟ بون راه مليح، قراها مليح. الوداد لعبت راهو بثلاثة التالي وخمسة في الوسط واثنين، معناها باش تشوف أنت الكثافة العددية قدام مرمى الترجي ب7. المشكل اللي القوة نتاعهم في بوسفيان وأملود لي دو زاريير. اي خويا كي هما معناها ماشيين جايين وعندهم الفنيات، معناها عنده فنيات كبيره، يسون بون دريبلور، يسون بون كذا، بون هذاك يلزمني نغطي المنطقه نتاعها. المنطقه تاعو يلزمو يغطيها غشه من ناحيه وبوكره من ناحيه اخرى. معناها كيفاش نقولوا اللعب نتاع اسلوب الوداد هو اللي فرض السلوك الترجي معناها جماعيا، مع يلزم يتعامل مع المنافس ومع خصوصيه المنافس. اي خويا معناها نخلي انا بوسفيان ونخلي انا املود ماشي قال شو ما نرجعش ليه. دونك هو غشه وبوقره وجدوا انفسهم مضطرين لتغطيه المنطقه اللي فيها بوسفيان واملود. باهي تبقى معناها بون بسرعه، خاطر المباراه بسرعه. المشكل تاع الترجي هو كومون فير سورتير سيت بريمير بال. ما نجموش يخرجوا اول كوره. عليه ما نجموش؟ وهذا سهل. علاش؟ لان الوداد الكل كثافه عدديه امام مرمى الترجي، من المرمى لل40 متر. كل مره الترجي تسترجع الكوره الوداد يعملهم البريسينغ المضاد وياخذوا لهم الكره، والا الترجي الرياضي التونسي بالبريسيبيتاسيون ما فماش معناها شكون يتحرك لهم من القدام حامل الكره يسرا اوبليجي دو ديجاجي، ولا تمشي كره ان ديشي تكنيك كبير. دونك ما عرفناش كيفاش نستغلوا الكره ذيك، وصعب جدا. تو واحد يبدا يتفرج في داره ويبدا يتكلم، اما صعب كي واحد يلعب غادي راهو صعيبه ياسر. ما عليناش، مش هذا الموضوع. بون جات الترجي 5 دقائق. علاش باقي انا معناها ننوه ونركز على لو جيست تكنيك. الكره نساو اللي هي كلها تكنيك ولعبه وجو شيخات كل سنتينيل وما نعرفش. ال5 دقائق كانت يكون مفتاح المباراه، هو الترويض الخاطئ لبوغر. الترويض فني لا اكثر ولا اقل. بون جات بعداش، ولكن عندي ان بوان ديتروغاسيون على رودريغيز. هو اللي مش عارف وقت تخلي هو عندنا مهاجم وقت تخلي لا علاش مهاجم لا معناها هو حتى انا كنت مهاجم على فكره راهو تنساو انا كنت مهاجم. اما كي دخل سو هذاك معناها مشى الى بريسي جي عمل له واقف هذا رودريغيز سيد مهاجم. النقطه هذه اللي اثارها كابتن خالد حسني فيما يخص رودريغيز. يلا باش نحكي على رودريغيز. يبدا لي برودريغيز ومن بعد رودريغيز ستاسيون، لكن ناقص فيزيك با بلوس. هو يلعب يعرف يتحرك، يعرف يعاون اصحابه. كان محطه، يعرف يلعب بظهره. في التجسيم مازال ناقص شوي، يعرف يتبلاسي روحه. لكن ديما انت تلعب تويكا ضد فريق يلعب ضد فريق، انت تلعب مع فريق يلعب البلوك. اول حاجه خلينا نبداو من الاول، من بعد تو حطيتك انا شنو. انا تويكا مثلا ما صبرناش برشا باش نعرفوا التوجه نتاع كل فريق، التوجه نتاع المباراه ومتاع التوجه نتاع كل اونترونور. اول حاجه طارق ثابت كان رياليست، كان واقعي، كان يتعامل مع امكانيات فريقه كل ماتش وماتشوه. اللي عندي كان مطيح البلوك، يلعب الهجمات المرتده، غشه على اعتماد على غشه وبوقره، رتح الظهير الايمن اللي هو بن علي اللي هو يخمم في الروتور، لانه تويكا قاعد يخمم في الروتور اكثر، لانه بن علي ظهير مهاجم. ما تراش انه طارق ثابت ممكن طبيعه الماتش فرضت عليه انه يرتح بن علي، بما انه ممكن بوشنيبه دفاعين افضل؟ بالضبط، هو ماشي على خطه دفاعيه، صحيح ماشي على خطه دفاعيه. رتح الظهير المهاجم، ظهير ايمن، لكن عنده صبغه هجوميه، رتحوا لعب. دوك شوفوا بن علي في الروتور، لعب البلوك. نعم لا مش نشوفوا بن علي، مش نشوفوا، لكن ما هوش كيف لانه الماتش تاع الروتور مش يتقلق اكثر. انا نقول لك حاجه، الوداد عنده لعب لك طريقه الاستحواذ. شنو طريقه الاستحواذ؟ واش عمل؟ حب خويا الكره ديما عندي، ديما الكره ديما موجوده عندي، خذا بعين الاعتبار
الارهاق البدني جراء النسق نتاع المباريات، يقول لك انا نتبع 4 ماتشات على مستوى في 10 ايام تقريبا نتاعب الدفاع الترجي اللي يبدل في الخطط نتاعو، لانه عنده رؤيه هولنديه للمدرب نتاعو يلعب على الاطراف اكثر. لكن كان ينقصه حقيقه، لو كان عنده مهاجم من طراز عالي يعني حركي في التعامل مع المدافعين، كان ينجم يمركز 2 بونت و3 بونت، لانه يلعب على الاطراف نتاعو قويين. ما المهاجم الرابح ما استغلش القوه نتاع الاطراف في التحركات نتاعو. البحري ما استغلش القوه نتاع الاطراف نتاعو. يمكن عندك قال بو سفيان والعملود وناجم كانوا يقفوا باش يخليوا ديما الترجي في طريقه تنتهج طريقه دفاعيه، لانه قاعد يطلب في الفراغات ما بين، يستغل في المساحه ما بين تكون لاعبي الارتكاز، الدفاع المدافعين ولاعبي الارتكاز، باش يخلق تفوق عددي. الباقي في الروتور تنجم الترجي تتعامل مع، ماهيش عايق واحد بلاش، كانت تنجم تتعامل مع متفائل انت يعني بالنسبه لمباراه الاياب؟ والله هي صعيبه، لانه اول حاجه نقول لك نظرا بمقارنه ما بين مازيمبي الوداد اكثر، لانه اقوى، لانه لاعبينها الاقراب في التايم تاع الاسبيرونس وتريفيف، وهذا اللي قلق الترجي، لانه شفنا مازيمبي قامه عاليه، لكن الفيفاسيتي نتاع جوارات نتاع غشه ونتاع اللي هما قصيري القامه، كان لعب مباراه ممتازه غش الحقيقه. غش احسن انا غش عندي انا احسن مهاجم تكتيكيا وامكانيات في الترجي الرياضي. باهي كابتن، في 30 ثانيه لان الوقت وفاء. الترجي الكره الثابته الحقيقه الترجي التونسي تحسن في الفتره الاخيره، الكره الثابته لازم تكون سلاح في مباراه الاياب، وعوده ميشو بن حميد اكيد في صالح المدرب طارق ثابت. شو ما نعرفش شكون باش يرجع شكون ما يرجعش. بارك الله فيك على الملاحظه. الكرات الثابته، ان الكرات الثابته جبتها فما لسبيرونس ولا عنده 2 تيرور اللي هو تقا وساس. اي خويا كي ساس ما يلعبش، فما تقا البارح تقا ما شات حتى شوطه جكروال كل شوط فيهم عليك. انت عندك سبيسياليست دي بالاريتي، انت عندي مدرب انا عنده تقا، وعندك توغاي ومريح كابتن يضربوا مليح. ما معنيناش اما عليه البارح ما شاتش. احنا بون داكور. اش قلت لي اخر؟ قلت لي مميش وبن حميد. بون يحتمل بون مميش ما نعرفش خويا توا. بون المدرب يعرف شو يعمل. انت تبدل كابتن مميش وبن شريفيه توا؟ خويا المدرب تو يعرف. اسمع المدرب قريب اكثر مني انا. تبقى الترجي بون انا بحب نقول لك صراحه انا تفاجات البارح اللي مش في المرمى بصراحه، معناها ما عندي ما اخبي. ثانيا يمكن الترجي حالته صحيح. شو القوه الامور اللي ريناها، الاخطاء اللي قامت بها الترجي على الاجناب من شو اسمه ذا وقت انتهى لي دوزر لاتيرو. يحتمل كي يدخل بن علي ويدخل شو اسمه، يحتمل يمكن معناها الخطوره هذه تنقص. كابتن بنعم ام لا الهدف يتحمل مسؤوليته معز بن شريفيه ولا لا؟ انا عمري ما نحمل عمري ما نحمل هدف للعبه. لا ما نقزموش بن شريفيه ونعطيو اكثر حجم ولا ما فماش قزمنا. لا ما قزمناش، لكن مسؤوليه وكا